اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. شايفين بقى صينية المحشي الجميلة دي؟ تستاهل بقكم كلكم. يلا بقى نعمل مع بعض النهاردة بقى محشي كرنب وبتنجان وفلفل وكوسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وحلوة جدا، وحاجة كده طعمت السنين فيها. هنبتدي نقول بسم الله. دلوقتي حطينا البصلة، معانا زيت، نص كوباية زيت كده، وحطينا عليها شوية بصل كده محترمين. يعني ما تستخسريش كده البصل في المحشي، بيديله طعم حلو قوي. وتحطي معاه طبعا فلفل حراق، فلفل رومي، الفلفل اللي انتي بتحبيه. وبعد كده ما تحمريش البصلة، تخليها كده تدبل حاجة بسيطة. وبعد كده تحطي الطماطم وتحطي التوابل بتاعتك عليها. طبعا احسن التوابل العادية بتاعتنا كلنا، الفلفل، ملح، كزبرة، كمون، وشوية سكر عشان الحموضة. زي ما انتوا شايفين الكرنبايه بوريها لك، لما تيجي تنقيها مدورة وتكون مبططة كده وما تكونش مكبوسة، عشان خاطر ورقها هيبقى حلو. وكمان هوريكي ازاي اللي انتي تتخلصي من الراس بتاعة الكرنبايه. طبعا الكلام ده للبنات الصغننين الحلوين. طبعا الستات اللي زي حالتي كده كلنا شطار في بيوتنا الحمد لله، بس للبنات بقى اللي لسه صغيرين مقبلين بقى على حياة جديدة، والبنات اللي بيحبوا المطبخ. شوفي حبيبتي ازاي بتفضي الكرنبايه وبتنضفيها عشان تبقى سهله معاكي في السليق. ومعانا ميه السليق اهيت، ميه غلت. هبتدي احط فيها ملح واحط فيها شويه كمون. طب ليه بتحطي فيها كمون؟ عشان الكمون ده هيمنع الغازات، هيقلل لنا الغازات اللي في قلب الكرنب، طبعا كلنا عارفينها. وكمان بيعمل حاجه مهمه جدا، بيمنع ريحه الكرنب في الشقه. يعني انتوا عارفين ريحة سلق المية بقى بتاع السلق بتاعت الكرنب بيبقى ليها ريحة، ده بيمنع ريحتها نهائيا. ببتدي بقى انزل اول حاجة الورق الابيض زي ما انتوا شايفين، او الحتة اللي هي القرص اللي مدورة على بعضها ديت، اللي هي على قد الحلة مثلا، او الحاجة اللي انا بمسح فيها اللي انا بسلق فيها. ببتدي احط الكرومبة بالشكل ده كده، وببتدي اقلبها. وما تخليش الكرومبة كتير المية تغلي بيها عشان ما تتهريش منك، لا، عينك تبقى عليها وايدك كمان. وتخلي الورقة يدوبك تدبل بس في المية السخنة. ودي تقطيعة الورق. طبعا في طريقة تانية هبقى اعملها معاكم ان شاء الله في فيديو تاني، بس دي الطريقة على طول اللي انا بعملها المعتادة. زي ما انتوا شايفين، تمسكي الورقة ورقة كده، تقطعي العرق وتقطعي المقاس اللي انت عايزاه من المحشي بتاعك. صبع المحشي يعني اللي انت بتحبيه، انا بحبه متوسط كده وحلو. ادي التسبيكه معايا، اتسبكت اهي بقت جميله ما شاء الله. هبتدي اجيب الرز انقيه الاول واغسله حلو قوي، وبعد كده اصفيه من ميته واحط الخضره عليه. خضرتنا شبت، كزبره، بقدونس. تمام. تنقيها حلو وتغسليها وتقطعيها وتسيبيها تتصفى. ونحط برضو شويه زيت كده عشان المحشي بيحب الزيت، بيخليه مفلفل. عايزه تحطي معلقه سمنه بلدي حطيها في المرحله ديت اللي هي مرحله تقليب الرز بالتخديع، يا اما تحطيها مثلا على الشوربه في حاجة كده، يعني تشيلي الشوربة في حاجة وتحطي معلقة السمنة وتسقي بيها المحشي. افضل ما انتي تحطيه على الوش كده من فوق. تمام كده. بتظبطي بقى الحدق بتاعه. اللي شافت الفيديو لحد هنا متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واختاري الكل عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. ببتدي احط شوية، ولازم تشيلي شوية تغذية وتشيلي شوية خضرة. ليه؟ دلوقتي انا بظبط الملح اهوت. ليه؟ ممكن ايديكي مثلا تقف على شوية حاجات بسيطة كده، يكون عندك الخضرة بتاعتك، يكون عندك التغذية بتاعتك، وتحطي عليهم شوية الرز. هنبتدي بقى نسمي بسم الله ونبتدي نشوف. بصي بحشي ازاي، ما بملاش الصابع، وتلفي الصابع ازاي تبرميه بالشكل ده. شايفة؟ ما شاء الله حاجة كده جميلة، والصابع كلها مقاس واحد. اهم حاجة بقى في رصة الحلة، مش ان انت ترصيها بقى صف شمال وصف يمين، لا لا، اهم حاجة ان انت تجيبي الحلة دوران. طب ليه؟ عشان لما يجي يستوي يبقى كله زي بعضه، يبقى صوابع المحشي كلها زي بعضها، ميبقاش في صابع ني وصابع مستوي. بنوتي بتقول لكم حطوا لايك. دلوقتي بقى ايه، اوريكم طريقة حشوي في المحشي الكرومب. باجي بقى اهوت للبتنجان. بنوتي العسول حط لكم اللايك دلوقتي ديت.
هي اللي مقوره لي البتنجان ده. طبعا ما بجيبش كميات كبيره، حاجه بسيطه يا دوبك. انا على ما سلقته عملت التغذية لقيتها هي قورت لي شويه البتنجان. كمان هتلاقوا فيه ايه تقطيع كده بسيطه، مش مشكله. شجعي بنتك، حتى لو قطعت حاجه، حتى لو بوظت حاجه، المره دي هتقطع وتبوظ، المره الجايه هتعمله لك حلو. بس هو حلو اهو، جميل ما شاء الله. يلا تسلم ايدها. بتبتدي بقى تحشيه ازاي بقى البتنجان؟ ما تكبسيش الصابع، تخليهوش مليان رز، لا تسيبي عقلة صابع. شوفي عقلة صابع دي انا وراها لك دلوقتي، تقيسي بيها يعني ايه من الرز كده لحد بوز البتنجانية. ما تخليهوش مكبوس زي ما انت شايفة بالشكل ده اهو. وتنقي البتنجانية حلوة كده متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا تخينة ولا رفيعة، تبقى متوسطة وحلوة. انا جايبه اهو البتنجان اللي هو الملون ده، بقالي كتير بصراحه ما جبتهوش، هو بيبقى زي العسل في الحشو بصراحه. بصي بقولك اهو، عقله الصابع. المحشي ده معمول عشان خاطر حبيبتي اللي طلبته مني، وقالت لي انا عايزه اشوف بتعملي المحشي ازاي عشان اعمله. سامعاني يا ايمي؟ يلا بقى تشطري كده بقى واعمليه اهو. شايفه طول ما الحاجه كده بتبقى مسمسمه كده ومحندقه بتبقى حلوه. شايفه؟ وما تنقيش برضو الصابع اللي هي بوزها رفيع دي، بتتقطع في المقوار، يعني يبقى بوزها برضو ايه متوسط. هبتدي بقى معاكم اهوت، بوريكم انا بوقفها ما بنيمش البتنجان، وبحط من تحت ورقة كرنب خضراء، وفي الكرنب برضو نفس الشكل. عايزة تحطي بصل وطماطم براحتك برضو، اللي انتي حابة حطي، كل دي حاجات حلوة برضو. ببتدي اهو زي ما انتوا شايفين احشي الكوسة اهو. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، لازم ايه الصابع بتاعك سواء كرنب او بتنجان وكوسه لازم يكون من بره نظيف، ميبقاش عليه رز. وبوريك اهوت عقله صابع، تدي براح للرز كده يستوي ويبقى معاك مفلفل وجميل. طبعا ست البيت في بيتها ما بتلبسي جوانت ولا الكلام ده، اللي احنا ايدينا بتبقى نظيفه زي الفل، لانك طول ما انت واقفه في المطبخ ايديكي في الميه، يعني ايديكي انضف من الجوانتي نفسه اهو. والبنوتة برضو الشطورة، في بنات كده بيبقى ايديهم صوابعهم العشرة مليانة رز كده وملحوسة، لا هو يدوبك الايد التانية هي نظيفة، ودي الايد بس اللي بتمسك ايه الرز، هي اللي بتبقى ايه مطرح الخلطة بتاعتنا. وادي الفلفل برضو ما بكبسهوش، برضو عقلة صابع، تدي براح كده لحاجتك تستوي وتبقى حلوة وجميلة اهو. شايفة فلفلية تنقيها كده محندقة كده وجميلة، تبقي شاطره كده في تنقيتك وتبقي شاطره كده في حاجتك. وبسم الله ما شاء الله ما خدش معايا وقت خالص، يعني قرفته كانت جميله، ولا ريحته بقى ولا طعمه ملوش حل. يلا بقى احنا داخلين على الشتاء، والخضار الحلو كله وحلاوه الكرنب كله بقى في الشتاء. الكرنب سبحان الله بتاع الشتاء بيبقى ليه طعم غير بتاع الصيف خالص، بيبقى ليه طعم كده مميز كده في الساعه كده، وانت بتفضيه كده من قلب الحله. واخد ولادك كده تلميهم على صينية واحدة وعلى الطبلية، احنا بلدي لا هنقول سفرة ولا هنقول بتاع، لا طبليتنا وعلى صينية وتفضي. زمان كنا بنبقى في غطا الحلة والحاجة كانت بتبقى زي العسل، وبركة ربنا كلها بتتحط فيها. تاخد عيالك كده على اللمة زي ما انتوا شايفين. ادي نتيجة الحشو بتاعنا، شايفة الحلة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، رصة كده تمام ومظبوطة، وداير ما يدور كده في قلب الحلة، صوابعك كلها تنزل زي ما انت شفتيها كده في الاول، مفرفرة كده. وبصي حاجة كده عسل اهو. ما تغرقيش المحشي بتاعك شوربة، ليه؟ عشان ما يبقاش معجن وملزق في بعضه. ولا تقللي شوربة عشان ما يستويش، لو قللت شوربة مش هيستوي. احنا بنحط لحد اول صابع في حرف الحلة من فوق، وبعد ما تحطي كده تلات كبشات تروحي ماسكة الحلة رجاها
طيب مش هيفك مني؟ لا يا حبيبتي، طالما انت ماسكه الصابع حشيه حلو ولفه حلو عمره ما يفك منك. انت بتوصلي الشوربه للسطور اللي تحت عشان ايه؟ يستوي معاكي. طول ما انت حاجتك تمام عمرها ما تفك منك. اديني رجيته قدامكم اهو، وانتوا برضو شفتوه في الاول وهتشوفوه بعد كده، وانا بقلبه قدامكم نازل عامل ازاي، ولا معجن ولا رز عليه ولا مفكك ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. الواحده تبقى شاطره كده وتبقى واثقه من نفسها في قلب بيتها وفي قلب المطبخ. اهو شايفه؟ شايفه بوريكي الشوربه لحد فين اهو. تحطي بقى كده قرنين فلفل عليه، تمام، يدي ريحه زي الفل. شايفه الشوربه لحد الصابع اللي فوق، حلو قوي كده تمام. هنيجي بقى للبتنجان والكوسه والفلفل. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين حاجه كده حلويات كده عسل، تفتح النفس وهي نية. ما تحطيش الشوربه، تمسكي الشوربه تكبيها كده على الحله من فوق، غلط. انت تيجي من الحروف اللي هي الفاضيه فيها فضا، تروحي ايه حاطه الشوربه بتاعتك. طب ليه؟ عشان الصوابع بتاعتي ما تبقاش معجنه، ما الرز بتاعي كده ما يقبش كده فوق كده ويبقى الصابع كده معجنه والرز يطلع بره الصابع، لا. دي السقيه الصح للبتنجان والفلفل والكوسه. تمام. شايفه انا بحط فين؟ بوريك اهو، من على الجنب خالص، وبحط الشوربه. واعملي حساب ان الكوسه حبيبه قلبي بيبقى فيها ميه، يعني ما تكتريش الشوربه في قلب لان الكوسه بتنزل ميه. هنبتدي بقى نغطي الحلل بتاعتنا الحلوه دي ما شاء الله، ونعلي عليه، واول ما يتشرب نروح موطين خالص زي الشعريه. شايفه بقى؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفه منظر المحشي الصبع بصبعه، لا رزايه ولا لازق في بعض ولا معجن ولا الصابع تخين ومجعلص ولا اي حاجه. بصي حاجه كده سماسم كده جميله. يلا بقى بنتي برضو تقول لكم حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله من الفيديو بتاعي ولو حتى ب1%. وما تنسونيش بقى في الاشتراك وفي اللايك عشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد يا حبايب قلبي. واسيبكم بقى ان شاء الله في رعاية الله، واسيبكم بقى كده مع الحلويات دي وحبيتين طماطم كمان حشيتهم كده، حاجة كده يلا بقى حبايب قلبي.